السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ جايين مع بعض في فيديو جديد، بس في صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ جايين مع بعض في فيديو جديد معانا، والنهارده هنعمل مع بعض احلى وصفة بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، وفي نفس الوقت حلوة جدا جدا للفراخ، كلها فيتامينات وبروتين وكلتها حديد ما شاء الله. تخلي معانا الفراخ يوم وبيومين. طبعا الفرخ معانا مش هتلاقيه ضعيف، مش هتلاقي فرخ ضعيف عن التاني، هتلاقيهم كلتهم حجم واحد بالوصفات اللي احنا بنعملها. والوصفة ديت انا معتمداها ما شاء الله. ديت الوصفة دي تعمليها يعني اول ما تيجي تربي الفراخ كده، اول اسبوع او 10 ايام ما شاء الله تخلي معاك الفرخ اليوم يوم وبيومين، وهتلاقي كل الفراخ مقاس واحد. يعني زي ما انت شايفه كده اهوت، كلتهم مقاس واحد، مفيش واحد رفيع، مفيش واحد يعني كلتهم بحجم واحد، ومفيش ما شاء الله مفيش عندهم اي امراض لا قدر الله. فطبعا احنا لازم نهتم بالفراخ، ولازم نديلهم فيتامينات وحاجات كتيرة قوي جدا جدا الفراخ بتستفاد منها. فطبعا لازم يعني ايه زي ما انت شايفه كده، وزي ما انت شايفه كده ما شاء الله كلتهم حيويه وكلتهم نشاط. طبعا انا وانا بتكلم هم بيخافوا يعني من الصوت، فمجرد ما بيلاقوني كده بتكلم ويعني هم خلاص اندمجوا على صوتي، فما عادوش بيخافوا قد كده. فما شاء الله بياخدوا حريتهم كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا انا فرشه لهم كده ايه، فرش كده فرشة قش كده. لو انت عندك نشارة برضو بتبقى حلوة. فطبعا ما شاء الله طبعا انا مهتمية بهم. واهم حاجة برضو البيات، لازم تهتمي وتاخدي بالك من البيات. اهم حاجة يباتوا في ما يكونش المكان يكون حر قوي او برد قوي. تمام، لازم يعني ايه تعرفي درجة الحرارة. طبعا هتقولي تعرفي درجة الحرارة ازاي؟ هتبتدي ان انت تحط ايدك كده وتشوفي درجة الحرارة، ولقيتيها في سخونية جامدة تبتدي ان انت تهولهم شوية. طبعا النهاردة وصفتنا حلوة جدا جدا، كلها بروتين. طبعا هتقولي وصفتنا ايه؟ طبعا معايا العلفة بتاعتنا اهي ما شاء الله. العلفة علفة سمسم 23% ما شاء الله. طبعا انا بقى حاطه لهم الكميه ديت. هتقولي طب ما بتكتر لهمش؟ لا انا حاطه لهم الوجبه ديت على قدهم الوقت، عشان ايه؟ الوصفه اللي انا هعملها يقدروا هم يستفادوا منها وياكلوها على طول. تمام، وصفتنا هي ايه النهارده؟ وصفتنا هي بيضه زي ما انتوا شايفين كده. دي بيضه مسلوقه. طبعا ما تستهونيش بالبيضه دي، كلتها بروتين وكلتها حديد. طبعا هتبتدي اللي انت تجيبها كده، ابتدي ان انا افركها كده فين؟ في العلفه بتاعتي ما شاء الله اهي. تبتدي انت تغلفيها كده في العلفه بتاعتك ما شاء الله، حلوه قوي. طبعا هتقولي لي هتاكلي الفراخ بتاعتك، الفراخ هتاكلها بيض على طول؟ لا، ما بقولكش اكلي الفراخ كل يوم بيض، او طول ما انتوا بتربيهم تاكلوهم بيض. طبعا لا، انا هعرفكم اهو. زي ما شايفين البيضه خلاص اتفركت وبقت معايا زي الفل. تمام، هنبتدي نحط ايه تاني؟ هنبتدي نحط معانا نص معلقه عسل. عسل بقى اسود، لو انت مش عندك متوفر عسل ابيض ابتدي اللي انت ايه ممكن لو متوفر عندك عسل ابيض عادي مفيش مشكله. بس ايه يعني كلتها دي طبعا لو انت حطيتي بقى على عسل على العلفه ما شاء الله. هبتدي ان انا افركهم بقى كده وهرجع لكم تاني. اهي بقت العلفه ما شاء الله حلوه جدا جدا، وبقت كلتها بيض مع عسل ما شاء الله. كل العسل والبيضه فيها بروتين وما شاء الله حلوه جدا جدا للفراخ، وكلتها فيتامينات وحديد، وهتخلي الفرخ معانا يوم وبيومين. زي ما انتوا عارفين ان البيض حلو جدا جدا للفراخ، فما شاء الله يخلي الفراخ معاكي حجمها يزيد ويكبروا معاكي بساعتها.
في الفترة اللي هي الاولى، اللي هي الفترة ديت اللي هم اول اسبوع او اول 10 ايام. طبعا ده بقى ايه هتخلي معاكي الفراخ ما شاء الله. بعد كده بقى ايه هنجيب معانا في المية بتاعتنا نص معلقة عسل كده اهي. بعد كده بقى ايه هبتدي بقى اللي انا بقى ادوب كده العسل كمان. وطبعا لو في ليمون متوفر عندك بقى نص ليمونه، ده بقى هيشيل اي ميكروبات، اي ميكروبات، اي امراض لا قدر الله. ما شاء الله خلطه زي الفل هتخلي معاك الفراخ تكبر بسرعه وما يجيلهاش اي امراض. وطبعا احنا بنمنع اي امراض تجيلهم. انت كده بقى بالوصفه ديت بتمنع عنهم اي امراض تجيلهم، بتخلوهم يكبروا معاك بسرعه، حجم الفرخ يزيد ما شاء الله، وبتخليهم كلتهم مفيش اي فرخ كده ايه ضعفان او اي فرخ كاشش عندك. يعني احنا الوصفات ديت كلتها مفيده جدا جدا ما شاء الله. يعني انت دلوقتي بتأسسي الفرخ عندك بكل حاجة يعني بوصفات كلتها فيتامينات، كلتها تمنع اي امراض تجيلهم. فما شاء الله هتخلي معاكي الفرخ زي ما انا بقولك. وطبعا طبعا النظافة وزي ما انت شايفة كده ما شاء الله. يا رب كده الوصفة بتاعتي تنول اعجابكم. وطبعا نص معلقة عسل على رتل مية. ولو كمان بقى زي ما انا قلتلك ليمونة، طبعا الليمونة عندي خلصان، فانا بحط بقى نص ليمونة على الرتل مية. ما شاء الله بيخلي معايا الفراخ زي الفل، ووصفة حلوة قوي. ده طبعا البيضة هتسلقوا لهم كده ايه لمدة 10 ايام بس بتفرق مع الفراخ. يعني ممكن تقولي البيض غالي لا هاكلهم الاسبوع ده او ال10 ايام هيبقى كتير. لا انت كده دلوقتي بتخلي الفرخ عندك ما بيتعبش، في نفس الوقت ما بتشتروش علاج كل حاجة صحية للفرخ، فبتخلي مع عندك الفراخ بصحة جيدة وزي الفل. وما شاء الله تطلع معاكي تربية فراخ زي الفل. زي ما انت شايفة كده الفراخ ما شاء الله، يعني ده عمرهم عمر 5 ايام. فما شاء الله يعني الفرخ بجد سابق سن، يعني ما شاء الله جاي. يعني الحجم ده تقولي 10 ايام، تقولي 7 ايام فما شاء الله ده عمر لسه 5 ايام. ما شاء الله شوفوا الحجم بيتحول معايا، وما شاء الله الفرخ بيزيد وكله حيوية وكله نشاط زي ما انتوا شايفين كده. فطبعا باقي انا سايباهم بقى في الاوضه ديت برضو بيجروا كده. طبعا المكان الواسع برضو حلو جدا جدا، بيخلي الفرخ معاكي يجري وياكل وينام، يجري وياكل وينام. يعني كده ايه يقعد يلعب كده في المكان. كل ما المكان يكون واسع لهم ونضيف، كل ما الفرخ يكون نشيط ويكون عنده حيوية كده وكده ونشاط، وبياكل وبيشرب وكل حاجة بياكلها فيها فيتامينات. وطبعا العسل الاسود كله حديد وكله فيتامينات وحلو جدا جدا. طبعا انتوا عارفين فوائد العسل وفوائد البيض برضو حلو جدا جدا. فطبعا بجد تركيبة او وصفة حلوة جدا جدا، يعني بجد حلوة جدا جدا. اعمليها كده ايه مرتين في الاسبوع لكن لو كل وجبة كده ايه تعملوا لهم بيضة ما شاء الله هتخلي معاكي الفرخ، تحول الفرخ معاكي ما شاء الله زي ما انا قلتلك. يا رب كده الفيديو بتاعي ينول اعجابكم. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا طبعا، وعايزاكم كده تشجعوني دايما عشان اكبر بيكم. وباذن الله كده هصور معاكم دايما. طبعا انا المفروض كنت عملت الوصفه ديت من امبارح، من هم عندهم 4 ايام بس عادي، يعني ممكن تعملها 4 ايام او عمر 5 ايام. فزي ما انت شايفه كده ما شاء الله طبعا بياكلوا وبيشربوا ويناموا. وكده بقى ايه كده ده الوصفه بتاعتي. يا رب كده تعجبكم كده النهارده. اهم حاجه ما تنسيش اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. مع السلامه.